لو نفسك بقى في كفتة تكون طعمة ولذيذة وفي نفس الوقت اقتصادية نباتية بدون لحوم وبدون فراخ، وطعمها خطير هتعجبك جدا، وزي ما انتوا شايفين مش بتفك خالص في الزيت، وكمان ممكن نحطها في الاير فراير، ممكن نحطها في الفرن. يلا نشوف الطريقة مع بعض، بس ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير لو عجبكم الفيديو. اول مكون عندي هنا هو البطاطس. جبت حوالي 4 بطاطسات وقشرتهم وقطعتهم قطع متوسطة وحطيتهم في حلة لغاية ما اسلقهم، ولازم يبقى السلق ناعم خالص لغاية لما تكون عندي البطاطس ناعمة خالص. قبلها بساعتين جهزت عندي كوباية من البرغل وحطيت عليها كوباية سخنة من المية او كوبايتين، وبس بسيبهم يتنقعوا شوية وبصفي المية، وبعد كده بقى احط عليهم بصلة من غير المية بتاعتها. بعد كده بقى بحط البهارات بتاعتي: ملح، فلفل، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، كمون، بهارات فراخ، بهارات كفتة، اي حاجة انتوا حابين تحطوها ممكن نحطها. بعد كده بقى عندي هنا البطاطس جهزت واستوت، هبتدي بقى اهرسها تكون ناعم خالص، لازم عندي البطاطس تكون ناعمة خالص. باكد عليها برضو بالشوكة، ممكن كمان نصفيها بس انا محتاجتش ان انا اصفيها هنا قوي، مش محتاجة انها تكون يعني متصفية. بعد كده بقى عندي جهزت الخلطة بتاعت البرغل مع البصل، طبعا البصل متشال منه المية بتاعته ومطحون مع البرغل، يعني عدت عليهم تاني في الكبة. ضفت كمان هنا 5 معالق او 6 معالق من النشا، طبعا النشا حسب الحاجة، يعني انا لغاية ما احس عندي ان الكفتة مش بتلزق. ضفت كمان كوبايتين معلقتين سوري من الفيجيتار، واي فيجيتار عندنا ممكن نضيفه. ضفت معلقتين، معلش انا غلطت قلت كوبايتين، لا هي معلقتين بس، لغاية ما عندي شوف كده زي الكفتة كده هنا مش بتلزق زي ما انتوا شايفينها كده، وبتتشكل بسهولة. بعملها صوابع، عملت شوية من الصوابع وشوية من الكور، طالعة متماسكة وحلوة. حطيتها في الفريزر حوالي ربع ساعة و10 دقايق. ببتدي بقى اسخن عندي الزيت، ما بنزلش بيها الا ما يكون عندي الزيت سخن جدا بحيث ان هي ما تفكش، بس هي انا عايزة اوريكم الفيديو هي مش بتفك خالص ومتماسكة. وطبعا السر في البرغل بيخليها متماسكة شوية، وكمان عندي النشا طبعا بيمتص اي سوائل فيها، وزي ما قلت لكم لازم تخلوا بالكم من الكمية اللي هتحطوها لغاية ما اكون احس انها متماسكة كده ومش بتلزق، ما بزودش خلاص نشا. بعد كده بقى ببتدي اطلعها وبقلبها، ما بتاخدش 10 دقايق 8 دقايق كمان وبتكون استوت. عملت منها زي ما انتوا شايفين المدور والكفتة اللي هو الصوابع، عملت كمية. انا على كده ما عملتش كل الكمية، يعني في كمية تاني لسه في الفريزر ما حطيتهاش كلها، ممكن تشيلها بقى في الفريزر وقبل ما نعملها. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة